تخيل كده ان انت قاعد جوه عربية شاهين قديمة متهالكة، جوه مكان حرفيا موجود في اهدى مكان مظلم ممكن تتخيله. مجرد جراج مقفول، والجو فيه ايه حرفيا حر مولع، ومفيش تكييف ومفيش اي حاجة. وكمان بقى جسمك عمال يجيب مية وعرق كتير جدا من كتر حالة التوتر اللي انت قاعد فيها. وقدامك موبايل عمال يزن، وجاي لك منه مكالمة من شخص مجهول انت لسه ما تعرفش اصلا هو مين ولا حتى عايز منك ايه. وجنبك كمان لابتوب مفهوش اي حاجة غير شاشة سودا، ومطلوب منك انك في 10 دقايق بس تعمل حاجة يا هتغير حياتك للأحسن يا هترجعك لنقطة الصفر. تفتكروا ايه اللي ممكن يكون حصل في موقف زي ده؟ في الحلقة اللي فاتت الخط قطع بعد ما جالي مكالمة من شخص مسمي نفسه الهرم الرابع، اللي كان حرفيا بيتكلم بمنتهى الهدوء والحكمة، تحسه شخص متحكم في أنظمة الدنيا كلها من ورا شاشة اللابتوب بتاعه. لما طلب مني في المكالمة دي ان اخترق شبكة الواي فاي الخاصة بالمول اللي انا كنت قاعد في الجراج بتاعه، وكمان افتح كاميرا الامن رقم 4، ولو فشلت يبقى كأننا ما اتكلمناش وارجع لنقطة الصفر من تاني. في اللحظة دي بقى كان لازم أنا أحس إن أنا شخص تاني غير الشخص اللي أنا كنت عليه في الأول، إن أنا مش سيف لاشين ولا مجرد الكهربائي اللي كان شغال في شركة النصر للاستيراد والتصدير، لأ. أنا في الوقت ده كان لازم أحس بالإحساس والنظرة اللي كان الهرم الرابع شايفها فيا، وهي إنه شايف مهندس يقدر يبقى عنده القدرة إنه يتحكم في أنظمة، وكمان يوصل لحاجات ويعمل حاجات أكتر بكتير من اللي هو ممكن يكون متوقعها في نفسه. في اللحظة اللي الخط فيها قطع بعد المكالمة اللي جاتلي من الهرم الرابع، الصمت والهدوء اللي بدأ يعم في المكان اللي أنا قاعد فيه في الوقت ده كان أتقل وأرعب من أي كلام ممكن يتقال. خصوصا بعد ما بصيت على شاشة اللابتوب اللي كان جنبي، اللي هو كان السينك باد اللي عليه الكالي لينكس، وكمان التيرمينال مفتوحة في وشي كأنها مستنية الأمر اللي هكتبه في اللحظة دي في اللاب ده. أنا كنت في الوقت ده كده كأني قاعد على حافة مصيرية بتقول يا إما هنجح يا إما هفشل، وكل قرار من دول هيوديني في اتجاه غير التاني تماما. قعدت كده اللحظات افكر بيني وبين نفسي، لان انا في الوقت ده انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه. وفي الوقت ده بقى حرفيا مر حوالي دقيقة كده وانا قاعد عمال احاول اهدي في ضربات قلبي اللي كانت حرفيا عاملة زي طبول الحرب اللي بتدق في ساعة معركة. قعدت احاول اهدي نفسي كده بقدر الامكان واستعيد الحاجات اللي كنت بدرسها بيني وبين نفسي في اوضتي لما كنت بذاكر في البيت الموضوع ده. اول حاجة قلت هعملها هي اني احاول استخدم الاوامر اللي انا اعرفها علشان احول الكارت بتاع شبكة الواي فاي اللي موجود في اللابتوب ده لوضع المراقبة، علشان يعمل لي مسح لكل الشبكات اللي موجودة في المكان، واشوف هيطلع لي ايه، يمكن يحصل حاجة تفيدني في الموضوع ده. بعد ما بدأت أعمل تحليل ومراقبة لكل الشبكات اللي موجودة في المكان، بدأت أراقب بقى الحاجات اللي بتحصل والشبكات اللي ظهرت بقى في نتائج البحث. وهنا كانت المفاجأة، لأن لقيت شبكات كتير جدا، سواء بقى شبكات المول العامة، شبكات المحلات التجارية، شبكات الأماكن اللي حوالين المكان اللي أنا موجود فيه، وشبكات مخفية وشبكات غير مخفية، شبكات كتير. ولكن بقى طبعا في اللحظة دي أنا عشان كنت أوصل لحاجة من اللي أنا بدور عليها من الأساس، افتكرت كده جملة كان قالها على الهرم الرابع لما كان بيكلمني في التليفون، لما قال لي كاميرات الأمن مستحيل تلاقيها على الشبكات العامة. وهنا بقى بدأت تجيلي الفكرة، وهي إن لازم أدور على شبكة مخفية تكون فيها حماية زيادة شوية، علشان هي دي اللي هيكون فيها السر. وبالفعل بدأت أستخدم الأداة الخاصة بتحليل الحزم علشان أحلل بعض الشبكات اللي أنا كنت شاكك فيها. مر 4 دقايق حرفيا وأنا ما بعملش حاجة غير إن أنا قاعد عمال أجرب في كل شبكة من الشبكات اللي أنا شاكك فيها، وأعمل تحليل للباكتس علشان أشوف أنا هوصل لإيه. والحمد لله بالصدفة لقيت شبكة فيها الماك ادرس بتاعها كان من تصنيع شركة هيك فيجن، فقلت هي دي، لأن شركة هيك فيجن هي شركة متخصصة في تصنيع كاميرات المراقبة. ولكن بقى هنا كانت الصدمة، الإشارة كانت ضعيفة جدا. يعني مستحيل 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 إن أنا أقدر أعمل اللي أنا عايز أعمله ده من المكان اللي أنا موجود فيه. طبعا أنا كان طبيعي موجود في مكان مقفول بطبقات خرسانة كتير، والدنيا كانت بايظة خالص لأن أنا موجود في جراج.
فهنا بقى بدأت أحاول أشوف فكرة تانية تساعدني على الوصول للهدف اللي أنا عايز أوصل له، وفي نفس الوقت من غير ما الوقت اللي بقى يكون ضاع مني. الوقت بدأ يمر عليا وأنا قاعد بحاول ألقط الباكتس بتاعت شبكة الواي فاي اللي أنا لقيتها علشان أحاول أوصل لأي حاجة. وكان فات حرفيا في الموضوع ده حوالي 6 دقايق وأنا لسه يعتبر موصلتش لأي حاجة، والعرق كان نازل على وشي وكانت حالتي متبهدلة، لأن أنا كنت قلقان ال4 دقايق اللي باقيين يفوتوا وملحقش أوصل لأي حاجة. في اللحظة دي بقى قعدت أفكر كده بيني وبين نفسي وقلت جملة مهمة جدا: أنا لو فضلت أحاول أوصل للباكتس وألقط الهاند شيك عشان أحاول أخش على الواي فاي، كده ال4 دقايق اللي باقيين هيعدوا ومش هوصل لأي حاجة. في اللحظة دي بقى جه في دماغي جملة كنت سمعتها من هاكر كان قايلها على منتدى من المنتديات اللي أنا كنت متعود إن أنا أزورها، وهي إن الهاكر مش لازم يحاول يوصل للمعلومة من بره، ممكن يحاول يوصل لها بطريقة تانية من جوه من غير ما حد ياخد باله. وهنا فعلا هي دي الفكرة اللي أنا بدأت أنفذها بالفعل، لأن لما بصيت حواليا في المكان كده أنا لقيت فيه كابلات مرة من المكان اللي أنا موجود فيه، سواء بقى كابلات بتاعة الحريق وكابلات تانية كده كان لونها رمادي. أنا كنت شاكك إنها ممكن تكون الكابلات الخاصة بالإنترنت الموجود خاص بالمكان. وكمان هي فعليا لما حاولت اقرب منها كده علشان اشوف هي ايه، كان مكتوب عليها كات 6، وده اصلا نوع من انواع كابلات الشبكات، يعني ده معناه ان انا بفكر صح. في اللحظة دي بقى بصيت كده جنبي في باب العربية، لقيت في المكان بتاع الباب موجود مفك، كأن الهرم الرابع كان عارف بالظبط ان انا هحتاجه وسايبهولي متعمد. خدت المفك وطلعت فوق سقف العربية وبدأت احاول بالراحة كده افك مسمار من بعض المسامير اللي موجودة في الكابلات اللي راكبة في المكان ده. وفعلا حاولت اسحب منهم كابل كده بشكل بسيط وخفيف، وحاولت اقص الجلد اللي موجود عليه بايدي على قد ما اقدر علشان اوصل فيه يو اس بي لايثرنت واوصله في اللابتوب علشان احاول ادخل للشبكة من غير ما حد يحس. وقد كان بالفعل لما عملت الحركة دي وكتبت امر في التيرمينال اللي بيخليني اقدر اخش على الشبكة واشوف ان انا هقدر اخد منها اي بي ولا لا، لقيتني فعلا بنجحت ان انا اقدر اخش على الشبكة من غير ما حد يحس. يعني انا في اللحظة دي بدل ما كنت واقف على الباب بره بخبط علشان احاول اوصل واخش للبيت، لا انا كده بقيت جوه البيت وبتمشى في الصالون كمان. بعد ما دخلت على الشبكة من خلال الكابل بدأت افحص الاجهزة اللي موجودة في الشبكة اللي انا موجود جوه عليها. استخدمت أداة اسمها إنماب في فحص الشبكات. طبعا الإنماب دي هي أداة اختصار لنتورك مابر، ودي أداة من ضمن الأدوات اللي موجودة على الكالي لينكس، بتستخدم في فحص الشبكات علشان تعرض الأجهزة اللي موجودة عليها، وكمان بتعرض البورتات المفتوحة. ووسط الأجهزة اللي أنا بدأت أدور عليها على الشبكة لقيت فعلا أي بي لجهاز مكتوب عليه المين دي في آر، وعرفت إن هو ده الجهاز المسؤول عن شبكة كاميرا الأمن. هنا بقى كان السؤال: انا ازاي ممكن اقدر ادخل على الاي بي ده واقدر اخش بصلاحيات ان اشوف كمان الكاميرات اللي الهرم الرابع طالب ان انا اشوفها؟ كان ما فاضلش من الوقت الا حوالي دقيقتين اتنين بس في الوقت ده، يعني ما كانش قدامي اي فرصة غير اني لازم اشوف حل بسرعة جدا علشان اوصل لكاميرات الامن. قعدت افكر كده بيني وبين نفسي واحاول الاقي طريقة ممكن تساعدني ان اوصل لاني ادخل على اللوحة الرئيسية بتاعة كاميرات الامن، لان ما كانش فاضل من الوقت اللي حوالي دقيقتين اتنين بس، يعني يا صابت يا خابت. خدت الاي بي اللي انا لقيته بتاع المين دي في ار وجربت اكتبه في المتصفح واشوفه هيفتح لي ايه. وقد كان اول لما كتبت الاي بي في المتصفح وعملت عليه سيرش راح مدخلني على لوحة التحكم الرئيسية بتاعة كاميرات الامن. ولكن بقى هنا كانت المشكلة، لأنه كان طالب مني يوزر نيم وباسورد اللي هم أصلا مش معايا. قلت طب ما نعمل تجربة واكسب وقت، لأن خلاص ما بقاش فاضل وقت كتير. كتبت أدمن طلع غلط، كتبت أدمن 1 2 3 4 برضه طلع غلط. أنا كده جربت الباسورد واليوزر الافتراضيين اللي ممكن يكون أي حد عامله. ولكن كده بمعرفتي السابقة عن بعض الموظفين اللي بيشتغلوا في النوع ده من الحاجات والمهمات، بيكون عندهم كده نظام معين بيكتبوه في كلمات المرور. فقلت اجرب يعني كلمة مرور من كلمات المرور اللي صادفتني قبل كده. رحت كاتب سيكيورتي وحطيت علامة الآت وكتبت رقم السنة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اللي هي 2023. والمفاجأة
أنا لقيت كاميرات الأمن كلها اتفتحت قدامي كاميرات أمن كتير جدًا جايبة كل شبر في المول حرفيًا. أنا قعدت وما كنتش مصدق نفسي إني أخيرًا وصلت. في اللحظة دي لقيت التليفون النوكيا اللي كان موجود جنبي بيرن تاني. رديت على التليفون وأنا حرفيًا جسمي من التوتر ومن الضغط اللي أنا كنت فيه في الوقت اللي فات ده مليان عرق ومش على بعضي. لقيت صوت الهرم الرابع بيقول لي برافو عليك، أنت حرفيًا قدرت تدمج بين الذكاء الفني ومهارة الهاكر. قال لي دلوقتي بقى أنا عايزك تفتح كاميرا الأمن رقم 4 وتكبر الشاشة بتاعتها، لأن اللي أنت هتشوفه فيها دلوقتي هو اللي كان السبب إن كريم صاحبك يتسرق ويحصل معاه اللي حصل معاه لحد دلوقتي. فتحت كاميرا الأمن رقم 4 وبدأت أبص عليها كده، لقيتها إنها كانت الكاميرا اللي موجودة في منطقة الشحن والتفريغ اللي خاصة بالمول اللي أنا موجود فيه. والمكان كان مفيهوش أي حاجة حرفيا غير لمبة بس، والمكان فاضي تماما. ولكن بعد ثواني كده بدأ يظهر في الكاميرا عربية مرسيدس داخلة بسرعة جنونية، ووقفت وفرملت مرة واحدة. العربية دي بقى نزل منها شخص كده تحسه سنه في الأربعينات شوية، وكان لابس هدوم كده تحسها هدوم شيك كده في نفسها، تحسها حاجة غالية. ولكن بقى الغريب إن كان شكله متبهدل شوية، وكان شعره تحسه منكوش كده، وكان نازل متعصب جدا، وكان عمال يهبد على كبوت العربية ويقول أنا مش هسكت، أنا هخرب الدنيا، إزاي ده يحصل معايا. أنا طبعًا كنت قاعد قدام شاشة كاميرا الأمن ولا فاهم أي حاجة. ما كنتش فاهم هو الراجل ده ليه بيعمل كده، وليه عمال يخبط على كبوت العربية ويزعق كأنه مجنون حرفيًا. الهرم الرابع بقى قطع الصمت اللي جه في دماغي ده للحظة، وكمل كلامه وقال لي الراجل اللي انت شايفه قدامك ده هو رياض التمام. في الظاهر هو رجل أعمال ومستثمر قوي جدا في مصر، ولكن على الجانب الآخر هو الأخطبوط اللي بيتحكم في مجموعة كبيرة جدا من الهاكرز، وكمان عنده أكتر من مزرعة لتعدين العملات الرقمية المشفرة اللي بتدخله ملايين الدولارات. قعدت كده بصيت لنفسي الوهلة وقلت رياض التمام، يعني الشخصية اللي أنا كنت بسمع عنها في التلفزيون وعلى القنوات وعلى الإنترنت يطلع هو السبب اللي كان ورا سرقة كريم صاحبي. الهرم الرابع كمل كلامه وقال لي هو بيعمل كل اللي انت شايفه قدامك ده علشان في هاكر مجهول قدروا ان يسرق منه منصة من منصات التعدين الخاصة بالعملات المشفرة اللي هو بيمتلكها، وهرب برقم خرافي من الفلوس اللي كان هو عاملها وكمان البيانات، ومعرفش لغاية دلوقتي يعرف يعمل معاه أي حاجة، فعلشان كده هو كان متعصب. قعدت الوهلة كده أفكر في كلام الهرم الرابع اللي هو كان بيقولهولي، ولكن وسط التفكير العميق اللي أنا دخلت فيه في ثواني معدودة الهرم الرابع قطع التفكير ده وكمل كلامه وقال لي حق صاحبك كريم مش عند الهاكر اللي اخترقه من الأساس، لأن ده مجرد عيل شغال عند رياض التمام ولحسابه. حقك الحقيقي عند رياض التمام نفسه، وعلشان نقدر نوصل لحقك ده احنا محتاجين نوصل للهاكر المجهول اللي قدر يخترق رياض التمام علشان نعرف ندخل ونبقى جوه المنظومة دي. قعدت أفكر لمرة تانية كده في الكلام الجديد اللي أنا سمعته ده، لقيت الهرم الرابع قال لي بسرعة وبصوت غريب جدا أنا أول مرة أشوفه بيتكلم بيه الحق امسح الأثر الخاص بيك بسرعة، لأن ما قدامكش إلا حوالي 30 ثانية بس وتكون اختفيت من المكان، لأن في فرد أمن جاي عليك. أول لما سمعت الكلام اللي الهرم الرابع قالولي أنا كنت متوتر جدا وحسيت إن أنا مش على بعضي. قفلت اللابتوب بسرعة هو والفلاشة حطيتهم في الشنطة اللي كانت معايا، ورجعت كل حاجة زي ما كانت بسرعة وقفلت العربية وخدت بعضي وطلعت طيران من الجراج اللي أنا كنت موجود فيه. فضلت أجري في الشارع لشوية كويسين كده لحد ما وصلت لمكان زحمة، وقعدت على الرصيف لأن حرفيا أنا ما كنتش قادر أتحرك تاني. قعدت ألقط نفسي كده وقعدت أفكر كده وأقول أنا إيه دخلني في الموضوع ده كله؟ أنا كسيف لاشين أنا كنت عايش في حالي، فجأة بقيت في حرب بين اخطبوط في العملات الرقمية والدارك ويب، وبين الشخص اللي مسمي نفسه الهرم الرابع، وأنا أصلا ما كانش ليا دعوة بالموضوع. رجعت البيت بس المرة دي حسيت إن أنا مش خايف زي ما كنت معتاد، لأ، لأن حسيت إن في هدف ولازم أوصله. فتحت اللابتوب اللي كان الهرم الرابع سايبولي في العربية، لقيته باعتلي رسالة مشفرة. الرسالة دي كان محتواها ملف PDF فيه كورس مكثف لجمع المعلومات، ولقيته كاتب لي في الصفحة الأولى أهلا بك يا سيك لينك في أول مرحلة معانا علشان نخش ونمشي الرحلة دي مع بعض.
دورك دلوقتي إنك تعرف لنا مين هو الهاكر الملقب بسايفر. أنا ما كنتش فاهم أي حاجة طبعًا في الوقت ده، مين سايفر؟ وإيه علاقته برياض التمام؟ وهل الموضوع ده هيوصّلني لحاجة جديدة والّا هيبقى حاجة هتدخّلني في حاجة أوحش من اللي أنا كنت فيها الأيام اللي فاتت؟ ده بقى بالضبط اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنت، وما تنساش الفولو علشان الحلقة اللي جاية هتبقى أهم كتير جدًا من أي حاجة فاتت.